أهلا بيكم معايا في الحلقة الرابعة من حلقات تصبغات الوجه وحول العينين. بعد ما عرفنا في الحلقات اللي فاتت الفرق بين تصبغات الوجه وتصبغات حول العينين وأسباب كل منها، الحلقة اللي احنا مستنيينها النهاردة إيه هي الطرق بتاعة العلاج. النهاردة هنتكلم عن الطرق المختلفة لعلاج تصبغات الوجه. أول حاجة لازم نكون عارفينها إن الموضوع محتاج حبة صبر شوية وبيكون تدريجي. أول خطوة معايا هنا في علاج تصبغات الوجه وهي استخدام واقي الشمس، علشان زي ما عرفنا في الحلقات اللي قبل كده السبب الرئيسي في تصبغات الوجه هي عدم استخدام واقي الشمس بالصورة المناسبة والكمية المناسبة. فيبقى الكورنر ستون بتاعي في العلاج بتاع تصبغات الوجه هو استخدام واقي الشمس. بس علشان نبقى عارفين نستخدم واقي الشمس المناسب لازم نكون عارفين نوع بشرتنا علشان نستخدم واقي شمس بصورة مناسبة ويكون مناسب مع نوع بشرتنا. هنستخدم واقي الشمس ازاي؟ ان احنا هنحطه ربع ساعة قبل التعرض للشمس، وهنكرره كل ساعتين او كل 3 ساعات على حسب شدة التعرض للشمس. ولو احنا معرضين لمية او زي البول او البحر او كده هنكرره كل ساعة واحدة. ليه؟ علشان لما بنكون قدامه سطحات مائية كده كأننا بنتعرض لشمسين مش لشمس واحدة، الشمس بتاعت ربنا اللي فوق وكمان سطح المية دوت بيبقى عامل انعكاس لأشعة الشمس على وشنا. فعلشان كده هنكون محتاجين ان احنا نعمل وقايه زياده لوشنا لما نكون معرضين لمسطح مائي. ومن الحاجات اللي انا برشحها جدا في واقيات الشمس هي الايسيرين فلاود او لاروش بوسيه انسيليوس. بس طبعا ناخد بالنا علشان البشره الدهنيه لو حطينا لها نوع واقي شمس غير مناسب ليها ان هي هتزود الحبوب بتاعتها، والبشره طبعا برضو الجافه لو حطينا لها نوع واقي شمس غير مناسب ليها هيزود النشفان بتاعها. فلازم اول حاجه ان احنا نعرف نوع بشرتنا. لو عايز تعرفي نوع بشرتك اكتبي لي في كومنت وانا هعمل لكم فيديو علشان اقول لكم على ازاي نعرف نوع بشرتنا بنفسنا. تاني خطوه معايا في تفتيح تصبغات الوجه وهي كريمات التفتيح، ودي برضو تعتبر الكورنر ستون عندنا في خطوات العلاج. عندنا كريمات تفتيح كتيره جدا. عندي هنا ليت اب، عندي بلانكا، عندي دولار وايت، عندي ديرم اكتيف، عندي انواع كتيره جدا جدا من كريمات بتاعت التفتيح. لازم الاول برضو ابقى عارفه نوع بشرتك علشان اقول لك الكريم المناسب ليها. وكريم التفتيح ده هنستخدمه ازاي؟ هنحطه 3 مرات في اليوم. ثالث خطوه معايا هنستخدمها في العلاج بتاع تصبغات الوجه هي السكين سيرمز. السيرمز ممكن تكون محتوية على فيتامين سي، نياسيناميد. لازم برضو أكون عارفة إيه المشكلة بتاعتك الأساسية، السبب وراء تصبغات الوجه علشان أرشح لك السيرم المناسب لنوع بشرتك وكمان المناسب لسبب التصبغات. وحاجة كمان هنستخدمها علشان نعالج تصبغات الوجه وهي التونرز اللي فيها جلايكوليك أسيد. التونر دوت زي الاوردينري جلايكوليك اسيد تونر، ودوت هنستخدمه بس يكون بتركيز قليل جدا 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 علشان ما يعملش تحسس للوجه، وهنستخدمه بطريقه معينه. لو عايز تعرفي ازاي نستخدم التونر اللي هو فيه جلايكوليك اسيد او اي مقشر عموما ابعتي لي في الكومنتات وانا هشرح لك بالتفصيل. طبعا بعد كل دوت بيكون في حالات عنيده جدا جدا للعلاج اللي احنا بنستخدمه في البيت، فهنا هنضطر ان احنا هنروح للعياده او الكلينيك هناخد نعمل سيشنز. السيشنز عندنا برضو فيها انواع كتيره جدا، عندنا مايكرو نيدلينج، عندنا كيوسوتش ليزر، عندنا ممكن نعمل كيميكال بيلينج. هيتحدد على حسب ايه؟ على حسب لما انا اشوف نوع بشرتك واشوف برضو السبب وايه الكريمات اللي انت استخدمتيها قبل كده، هنحدد نوع ايه السيشنز اللي ممكن تاخديها. وطبعا العلاج ما بيبقاش من سيشن واحده، ده بيبقى كورس من السيشنز علشان يجيب افكتيف ريزلت. اهم حاجه في الحاجات الكتيره اللي انا قلتها عليها دي وهي الصبر. العلاج بتاع تصبغات الوجه محتاج صبر، يعني ناخد 3 شهور على الاقل علشان نبتدي نلاقي نتيجه، مش من اسبوع كده او من اسبوعين هنبتدي نلاقي نتيجه. طبعا يعني هيكون في نتيجه بس مش هي النتيجه اللي انا عايزاها. نستمر في العلاج 3 شهور على الاقل علشان يكون في نتيجه. واسمعي مني وخدي من الاخر وما تراجعيش ورايا. اللي هيقول لك انا هجيب لك نتيجه من جلسه واحده مش هتكلم، مش هرد. وكل الحاجات اللي احنا قلناها دي هي كانت الطرق العلاجات المختلفة لتصبغات الوجه. لكن تصبغات حول العينين الموضوع بيكون مختلف تماما، هنقولها في الحلقة الجاية إن شاء الله. استنينا علشان بيكون محتاج حاجات تانية نهائي علشان المنطقة دي بتكون حساسة جدا جدا وبتحتاج بروتوكول معين بالتفصيل على حسب السبب. شوفي الحلقة بتاعت الأسباب بتاعت التصبغات حول العينين وهتعرفي إن هي ليها أسباب مختلفة، علشان كده ليها طرق مختلفة خالص خالص في العلاج.
في الحلقة الجاية استنوني علشان نقول طرق العلاج الآمنة والمهمة جدا لعلاج تصبغات حول العينين. اعملي لي فولو اكونت، ولو مهتمة وبتدعمي الكونتنت دوت اعملي لي لايك وكومنت في الفيديو، ويا ريت تعملي شير للفيديو على الستوري عندك وريبوست علشان المعلومة بتاعتنا توصل لعدد كبير من الناس وعدد كبير من الستات يقدروا يستفيدوا. لو اي ست اي بنت اي حد عايز يبعت لي سؤال سيبوا لي اسئلتكم في الكومنتس وانا هرد عليها ان شاء الله بالتفصيل في اقرب وقت ممكن باللي مناسب للحاله. دمتم سالمين، تحياتي دكتوره علا عمر.